اخر جول من اللعب مفتوح زيزو جابه كان من 5 شهور، ماتش فاركو في الجوله الثانيه. 5 شهور يا نهار ابيض. عايز تتكلم انت عن بيزيرا؟ احنا بنتكلم عنه وبننتقده وعندنا مشاكل ان هو محتاجين يتحسن فيها ومحتاج انه يحسن نفسه فيها، بس في النهايه انتاجيته 11 مساهمه في 22 ماتش، هو مش رقم كبير قوي بس برضو يعتبر بالنسبه للي احنا بنشوفه يعني حوالينا رقم معقول. يعني انا عندي امل، مش هتعرف تملى وش رجلك بس اركن ببطن رجلك في البعيده، اتدرب عليها كتير لان هتفرق معاك ومعانا بشكل كبير، بس في نفس الوقت مش عايزين ننسى ان هو بيديك زخم وبتبقى الفرقه الثانيه مقلقه شويه من المراوغات دي. يعني انت بقى اوقات انت بتبقى متخيل ان لو طلعت هتضغط اكتر يا بيه. وفي نقطه برضو انت ما زلت بتتكلم في ليفل الدوري المصري، لو تفتكر شيكابالا مثلا قبل 2010 قبل ما يعمل مواسم جامده وكان بيبقى واعد وبيأدي، احيانا بيديك ماتش كويس قوي احيانا لا، فتشيله انت الليله انت مش شايف غيره. في لعيبه مثلا احنا بنتكلم في ال11 مسابقه من ال 22 ماتش، في لعيبه هي يا دوب، وفي ناس مثلا بيتم التغاضي عنها في انديه تانية. اخر جول من اللعب مفتوح زيزو جابه كان من 5 شهور، ماتش فاركو في الجوله الثانيه. 5 شهور يا نهار ابيض. فالحته بتاعت بيزيرا بطل بس من جمهور الزمالك حاجه عادي انتقده عادي، وعندك حق في كل الانتقادات واحنا بنشاور عليها. ميز اللاعب ده، طب مين بديله؟ يعني مثلا منتخب شيكو بنزا عندنا امل ان شريف يكون افضل. طيب افرض شريف ما ادكش اي حاجه، ساعتها هتستحمل شيكو بنزا بتعبه. انما لو بتبص على مركز بيزيرا هو للاسف ما عندكش حد بقى خالص ناحيه اليمين اصلا، فانت في الحالات اللي زي دي استنى التحسن ده ودعمه يعني.